ببني عباس بولاية بشار من إحباط عملية تهريب بمنطقة زغامرة على بعد 30 كيلومتر من الحدود الجزائرية المغربية، مستغلين في ذلك اتجاها جديدا متمثلا في عرق الراوي والشاش. العملية تمت بنجاح، وذلك بتوقيف أفراد العصابة وحجز كافة الذخيرة المهربة بعد طوق أمني مشدد دام يومين كاملين. العملية هذه أسفرت على النتائج التالية: حجز سيارة نوع ستيشن رباعية الدفع، حجز كمية 10 قناطير من الكيف المعالج معبأة بإحكام، توقيف 3 مهربين مسلحين بسلاح أوتوماتيكي مسدس رشاش، وحجز جهاز ثريا وكذلك كمية من الوقود والمواد الغذائية التي يستهلكها المهربين. التشكيل الأمني لا زال موضوع في عين المكان وفي كل المحاور والمسالك. إفشال هذه العملية تم بالتعاون مع مختلف مفارز وحدات الإقليمية ببشار، وكذا الجيش الوطني الشعبي برصد كل التحركات المتجهة نحو الجنوب، حيث تمكنت القيادة الجهوية الثالثة في الأشهر العشر الأخيرة من سنة 2010 حجز 11 طن من الكيف المعالج، 7 سيارات من نوع ستيشن، هواتف نقالة وأسلحة حربية، أي ما يعادل 7 قضايا فيما يخص مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب. هذا وتسهر فرق مكافحة المتاجرة بالمخدرات على تكثيف عملها الميداني وجمع المعلومات والتنسيق مع الشرطة القضائية لتفكيك شبكات ترويج هذه السموم وتوقيف مروجها. العاصمة مثلا شهدت مؤخرا توقيف العديد من المروجين لهذه المواد الخطيرة التي تفتك بالشباب والمراهقين. كاميرا التلفزيون رافقت إحدى الفرق لدى مداهمتها بعض الأحياء بالعاصمة. سفيان تيسيرا. حي لومبارد ببلدية واد قريش يطوق أعوان الأمن المكان للقبض على مروجي ومستهلكي المخدرات. تدخل سريع والنتيجة حجز عشرات الغرامات من الكيف المعالج. سرعة التدخل أربكت مروجي المخدرات الذين حاولوا الفرار. ما لاحظناه خلال التصوير أنه كلما تم توقيف أصحاب المخدرات حاولوا ابتلاع الكمية التي بحوزتهم، فهي تمثل الدليل القاطع المؤدي إلى إدانتهم. واش كليت؟ يا بيت نسمع أنا واش كليت؟ مرسو شيخ. ولا كليتها؟ جامي صارت لي. تدخلات فرق الأمن الوطني كانت فعالة، حيث تم توقيف العديد من مستهلكي ومروجي المخدرات، ولم يتسنى ذلك إلا بفضل التنسيق المحكم بين فرق مكافحة المخدرات والشرطة القضائية. بعد استغلال هذه المعلومة نديروا خطة عمل، وخطة عمل هذه تكمن في تحديد هوية جميع الأطراف، لأننا نحن لا نكتفي بالمستهلك. الهدف تاعنا هو تفكيك الشبكات. حنا سيت اون بريغاد موبيل لا بوليس جوديسيير امبلونتي في واد قريش، نشرفوا على لو كارتي دو كليمات فرانس باب الوادي كاسبا. حنا في الانترفونسيون في السيكتور دو لا كومبيتونس وين نخدموا حنا لا بريغاد موبيل لا بوليس جوديسيير دو واد قريش، وهو يكمل لو ترافاي ليكسبلواتاسيون لا كونتينيتي بور باش يعني حنا الفائده هو سي لي ريزو. خلال الأيام الماضية تم تفكيك شبكة تروج للمخدرات وحجز 5 كيلوغرامات من الكيف المعالج، ما جعل سعر جرعات هذا السم يرتفع بشكل كبير، وهو أحسن دليل على فعالية عمل الشرطة. إلى ريبورتاجاتنا الميدانية.